بسم الله وعلى بركة الله. نبداو نهار اليوم البنات. كيما راكم تشوفوا راح نديرو مع بعضنا فلون البيض. الفلون هذا عندي انا عشق، نموت عليه. بنين يا البنات. صراحة انا تعلمته وقت كنت صغيرة من مرت عمي اللي هي قورية، وكانت تحبه بزاف. والله شتو الطريقة هذه نتاعها. كاين عدة طرق، لكن الطريقة تاعها هذه خلتني مدمنة عليه. عندي كاس تاع السكر هنايا. حطيته في مقله تكون واسعه، المهم حاجه واسعه، طابه ولا حاجه، اي حاجه واسعه تقدري تخدمي فيها. نحطو يتكرمل، لكن نعسو باش ما يطلقليش المراره هذيك. بالطريقه هذه. اللي حبت تضيف له مغرف تاع ما ولا ربع كاس تاع ما باش ما يجيهاش يعني خاثر بزاف، ولا تجي الكراميل هذيك شويه عاقده. انا نحبه بالطريقه هذه. خليته حتى تكرمل كيما راكم تشوفوا. ذاب مليح هذاك السكر. وراح ندي اي مول عندك، اي حاجه تحبي ديري فيها الفلون تاعكم هذا. تقدروا تستعملوا اي مول. انا درته في المول العجيب كيما راكم تشوفوا. ودرتو شوفوا الكراميل تجي شويه ثقيله. نحط في القاعده تاع المول عشوائيا هذا الكراميل. كيما قلت لكم، اللي حباتو تجي شويه يجي شويه مايه، تضيف له كاس تاع عفوا ربع كاس تاع ماء. بهذه الطريقه راح يجيكم شويه مايه. عندي هنا اطره تاع حليب، وعندي كاس تاع سكر، وضفته بهذه الطريقه هذه بارد في بارد. نخلطه مليح. وبيان سور نكهو بلا فاني، ولا باش بغيتو تنكهو نكهوه. يعني تقدروا ديروا فيه لوزاز تاع سيترون ولا. هنايا عندي 8 حبات تاع بيض، كسرتهم في ريسيبيون. المهم ضفت هنايا القليل من لافاني، وخلط مليح هذاك البيض. طريقة الفلون هذا راهي سهلة وتجدي يعني معك ما تطولش. وشي الطياب تاعها اللي يدي وقت. بعد ما سخنت الحليب هذاك فيضته، راح نجي نضيفوا البيض بشوي ونحرك كيما راكم تشوفوا بلا فوي برك. راح نضيفوه على عدة مراحل كيما راكم تشاهدوا هكا باش ما يطبش البيض هذاك معايا. بالمناسبة نحيي كل المشتركين اللي راهم في القناة تاعي، نقول لكم مرحبا واهلا وسهلا. قناتكم ودار داركم. مرحبا بكم، ونتمنى ان شاء الله تشجعوني وتخليوا لي تعليقاتكم وديروا لي لايك. اللايك هذاك يا جماعة راهو مهم جدا. نوليو الوصفة تاعنا يا البنات. هنايا في بلاطو يكون شوية كبير راح ندير ماء يكون سخون ولا حتى يغلي. وراح نحط المول تاعي هذاك. نصفي الحليب بعد ما خلطت هذاك الخليط تاع الحليب كل. نصفيه، لازم تكون صفايه هنايا البنات. بهذه الطريقه نحطه في حمام هذاك المائي كما راكم تشوفوا، وندخلو للفرن على 180 درجة. نخليه راح يدي معايا حوالي 52 دقيقة ولا 50 دقيقة بالتقريب. انتوما دخلوا موس وشوفوا اذا كان طلع ناشف راهو طاب، واذا كان مازال راهو يبان. شوفوا كيفاه يحمر من فوق. لازم نعطيه التحميرة هذه. خليه حتى يبرد تماما. انا صراحة ما خليتوش برد. ديموليتو. راح تحصلوا على واحد الفلون يا البنات، صدقوني بنين بنين. وفوق الكراميل هذيك راح تجي سايحه. الوصفه هذه يعني كما قلت لكم سهله. وشي هو الوقت تاع الطياب اللي يجي شويه يطول. بعد ما ديموليتها، شوفوا البنات كما قلت لكم ما خليتهاش انا بردت، لازم تخليوه يبرد باش ديموليوه. تحصلت على فلون رائع وبنين بهذه الطريقة هذه. نتمنى ان شاء الله تستفادوا من الفيديو تاع اليوم، ونتلاقوا في فيديو مقبل بإذن الله.